إمامنا الصادق عليه السلام يقول بعض الأحيان أكو ناس ما تبكي دموع ما تنزل من عندهم. السبب يقول جفت الدموع لقسوة القلوب، لأن ذول قلوبهم قاسية. بينما بالدعاء اللهم نعوذ منك من بطن لا تشبع، من بعد يستلسل يقول ومن عين لا تدمع. نعم. فلذلك الإسلام يحاول أن يجنب المسلم القسوة، يحاول أن ينتزع القسوة من قلب المسلم بوسائل كثيرة، حتى بعضها داخل بالتشريع. يحاول أن يزرع الرحمة في قلب المسلم حتى يكون المسلم رؤوف رحيم. لأن المسلمين إذا صارت عندهم رحمة يرحم بعضهم بعض، وإذا رحم بعضهم البعض ويصيرون بمحنة ويقولوا له إلهي ما ترحمنا، يرحمهم. ارحموا عبادي أرحمكم، معادلة، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. لكن إذا ما عندهم رحمة يتعاملون بها، إيش وقت ما يرفعون رؤوسهم للرب إلهي ارحمنا، الله يعرض عنهم وما يسمحهم ولا يرحمهم إطلاقا. فلذلك تلاحظ الإسلام زرع الرحمة في قلوب المسلمين بأي وسائل. مثلا لما تجي على صعيد القرآن أول آية نزلت منه هي آية البسملة. شبيها بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله تعالى عنده صفات غير الرحمن الرحيم؟ لو ما عنده أسماء عنده، لكنه لم يأتي بأي صفة ولا اسم إلا بصفتي الرحمن الرحيم. ليش؟ بعد كان يقدر يقول بسم الله العزيز الجبار، بسم الله المتعالي المتكبر مثلا، ما قالها، قال بسم الله الرحمن الرحيم حتى يعلمنا الرحمة ويزرع في قلوبنا الرحمة. بعد سورة كاملة عنوانها اسمها سورة الرحمن لأن بدأت بكلمة الرحمن. زين.